مساء الخير عليكم. في فيديو النهاردة رسالة غامضة من ريم طارق لجوزها حسن شاكوش بعد ما حاول تهكير حسابها الرسمي على انستجرام. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الاشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. من وقت قريب عرفنا ان ريم طارق حررت محضر ضد جوزها مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش في اسم شرطة أول أكتوبر، وكمان عملت محضر ضد أمن كومباوند شهير بالسادس من أكتوبر، وده بعد ما رفضت إدارة الكومباوند إن هي تدخل الفيلا بتاعتها وتاخد أغراضها الخاصة منها. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اختار من قسم شرطة أول أكتوبر بتتضمن ورود بلاغ من زوجة المطرب حسن شاكوش ضده وضد أمن كومباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، وده على خلفية منع أمن الكومباوند من دخولها للفيلا للحصول على أغراضها الخاصة. الفيلا اللي كانت بتعيش فيها مع جوزها حسن شاكوش. وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحال اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغ ريم طارق ضد جوزها المطرب حسن شاكوش إلى النيابة العامة في الجيزة، اللي تولد بعد كده التحقيقات في الواقع. ووجهت ريم طارق زوجة حسن شاكوش رسالة غامضة ليه بعد ما حاول تهكير حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وشاركت ريم مقطع فيديو على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام على أغنية لخبطيطة لشاكوش، وعلقت عليها: محاولتكم الرخيصة لقفل الحساب ما نفعتش، ما تخافش يا حسن، مش هنزل الكبيرة دي بقى، هخليها هدية ليك. فيديو النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفني علشان يوصلك كل جديد على قناة حكايات النجوم.